بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بكل مشاهدي ومتابعي قناة مواطن مصري، ونسعد دائما بلقائكم. قبل ما نبتدي الحلقة الثانية من تكنولوجيا المعلومات، أحب بس أوضح لحضراتكم جزئية، وهي إن اللي عايز منكم يتابع الحلقات والشرح بتاع تكنولوجيا المعلومات فضلا يعني وليس أمرا، ممكن جدا يشترك في القناة عشان يوصلوا كل جديد. في زر الاشتراك موجود تحت، اللي هو مكتوب عليه كلمة اشتراك أو سبسكرايب بالإنجليزي، وبنفعل زر الجرس وبنعمل لايك. هيوصلك بإذن الله كل الحلقات اللي بنعملها في تكنولوجيا المعلومات. هنبتدي النهاردة الحلقة بتاعتنا المكونات بتاعه الكمبيوتر، اللي هي كمبيوتر كومبوننت، او المكونات بتاعه الكمبيوتر. مكونات اي كمبيوتر في الدنيا يا جماعه بتتكون من ايه؟ بتتكون من مكونات ماديه اللي هي الهاردوير، وتطبيقات او برامج اللي هي السوفت وير. طيب هنبتدي الاول في المكونات الماديه اللي هي الهاردوير، وعايزين نعرف الهاردوير ده ايه هو. بيقول لي a computer's hardware consists of the actual physical components، اللي هو الاشياء الماديه الملموسه اللي اقدر اعمل لها تاتش. تمام. طيب دي زي ايه؟ زي الوايرز، الاسلاك، زي السيركتس، الدوائر، زي المايكرو تشيبس اللي هي الدوائر المتكامله. تمام. طيب بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي بيزيكلي مباشره any tangible part، اي جزء physical، تمام، of computer system a part that you can see and touch، اللي تقدر تشوفه وتلمسه is considered a hardware، تقدر تعتبره هاردوير. طيب الهاردوير ده ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون input units، وحدات ادخال، او output units، وحدات اخراج. كمان هيبقى في عندنا وحدات تخزين اللي هي storage unit، وحدات التخزين، وكمان وحدات التشغيل. دي تقريبا كل الاجزاء بتاعه الهاردوير اللي بيتكون منها الكمبيوتر. تمام. طيب هنبتدي معانا بقى دلوقتي بايه؟ هنبتدي بوحدات الادخال. طيب وحدات الادخال دي اللي هي عباره عن ايه؟ دي بنقول عليها الانبوت ديفايس. تمام. انبوت ديفايس دي اللي انا بدخل بيها الداتا للكمبيوتر بتاعي. تمام. طيب دي زي ايه؟ زي مثلا الماوس في منه نوعين، في حاجه اسمها ماوس، وده اللي احنا كلنا بنستخدمه، او ممكن جدا وانت بتشتغل على اللابتوب ما يبقاش فيه ماوس، يبقى فيه تاتش باد. طيب في ايه تاني كمان؟ في التراك بولز، اللي هو ده ماوس برضو، بس الجماعه المهندسين بيستخدموه في الرسومات الدقيقه، يعني لانه مور اكيورسي، فيه دقه اعلى. تمام. طيب ايه تاني عندنا؟ لوحه المفاتيح بتاعتنا، او بنقول عليها الكيبورد طبعا دي عليها الحروف بقى والارقام والفانكشنز والعمليات يعني، وعليها حاجات كتير جدا لا غنى عنها بالنسبه للكمبيوتر يعني. تمام. طيب ايه تاني كمان عندنا؟ الويب كام دي اللي هي الكاميرا اللي انا بثبتها اكسترنال، يعني ما هياش انترنال، مش داخليه يعني، اللي انا بثبتها عشان اقدر اخد بيها فيديو او صور، زي بالظبط الكاميرا بتاعه الموبايل، بس كاميرا الموبايل بيلت ان يعني جوه الموبايل نفسه، لكن الكمبيوتر غالبا اللابتوب بيبقى فيه البيلت ان الكاميرا موجوده جواه، لكن البي سيز بقى والحاجات دي اعتقد ان ما بيبقاش فيها الكاميرا، لازم تجيب اكسترنال كاميرا خارجيه وتثبتها وتقدر تشتغل عليها بعد كده. ايه تاني من وحدات الادخال؟ اللي هو السكانر.
هو طبعا الكلام ده تقدر تعمله يعني السكانر ده ممكن جدا تقدر تصور بالموبايل بتاعك. بس الميزه هنا في السكانر ايه هو؟ الميزه فيه ان السكانر الورقه بتبقى مفروضه عليه مظبوط والاضاءه عليه مظبوطه، فبالتالي بيعتبر زي نسخه طبق الاصل، صوره طبق الاصل. حتى لما بتيجي تعمل مثلا ايه مثلا توكيل لا بيبقى فيه مايكروفيلم، يقول لك مايكروفيلم. المايكروفيلم ده عباره عن ان انا باخد التوكيل ده وبحطه على السكانر وباخد صوره ليه. طب لو حضرتك حبيت ترجع تاني، ضاع منك التوكيل ده وحبيت ترجع تاني عشان تاخد واحد تاني، مفيش مشكله خالص، بيطلع لك صوره من على السكانر، تمام، من وسيله الحفظ يعني، وبعد كده بيبتدي يحطها على الكمبيوتر ويبتدي يطلع لك ورقه وبعد كده يختمها لك ويكتب لك عليها صوره طبق الاصل، فتصبح معاك توكيل تاني رسمي عادي خالص زي اللي كان موجود قبل كده. طيب ايه تاني عندنا من الانبوت ديفايس؟ في طبعا الحاجات اللي هي بتاعت الولاد الصغيرين بقى، الجويستيك اللي هي بالعصايه الالعاب اللي بيلعبوا بيها، او الدراعات بتاعت البلاي ستيشن. كل دي بتعتبر وحدات تخزين او وحدات ادخال. طيب في عندنا كمان اللي هو الميكروفونز، والميكروفون لوحده ده وحده ادخال، لكن لو بيشتغل معاه بيلت ان سماعات هيبقى الاثنين. يعني ايه؟ يعني الميكروفون والسماعات الاثنين ايه؟ الاثنين وحده ادخال واخراج في نفس الوقت. في عندنا طبعا الباركود. الباركود ده اللي هو زي اللي في المحلات العامه يا جماعه، لما باجي انا اشتري سلع انا بيحصل ايه؟ بروح للكاشير وبيبتدي هو يمرر السلعه بتاعتي على الباركود ده. ليه؟ عشان ياخد الرقم اللي عليه ويجيب من على الكمبيوتر السعر بتاعه كام. لان هو طبعا اللي قاعد على الكاشير ده ما يعرفش الاسعار كلها بتاعت اي حاجه. انت حتى لما بتحب تعرف سعر حاجه مش موجوده موجوده عليه في المحل، بتاخد الحاجه دي وتروح للكاشير او تروح في شاشات بتبقى موجوده فيها باركود بتمرر السلعه عليه، فبيقول لك السعر بتاعت السلعه دي ايه. في كمان اللي هو اللايت بين، ده بيستخدمه المهندسين في الشغل بتاعهم. كل اللي احنا قلناه ده يعتبر انبوت ديفايس ويعتبر هاردوير. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا بقى وحدات الاخراج. احنا كل اللي دخلناه ده يا جماعه ده الداتا باستخدام وحدات الادخال. طب وحدات الاخراج بقى اللي هي الاوتبوت يونتس، اللي هي او الاوتبوت ديفايسز يعني، اللي هي باخد عليها الداتا بتاعتي. زي ايه؟ زي مثلا الايه زي المونيتور او الشاشه، تمام، دي اهم وحده اخراج موجوده عندي. طبعا الشاشه بقدر اعرض عليها اي داتا انا عايزها. في كمان البرينترز، والبرينترز بقى بتبتدي منين؟ بتبتدي من اكبر حاجه اللي هي البلوترز. البلوترز دي اللي هي بيستخدمها الجماعه المهندسين في الرسومات الهندسيه بتاعتهم، وكمان الناس بتوع الدعايه والاعلان، البنرات اللي بتتعمل وتتعلق في الشوارع او اليافط الكبيره، برضو هم بيستخدموا البلوتر عشان يقدر يعمل عمليه البرينتنج او الطباعه. وطبعا بتشوفوها بالجوده اللي انتم بتشوفوها في الصور دي. تمام. طيب عندنا ايه تاني؟ في عندنا الانك جيت، ودي يعني سيستم لبرينتر. انك جيت مقصود بيها يا جماعه اللي هي الحبر بتاعها بيبقى حبر سايل، بيبقى فيه كونتينر كده صغير وبيبقى فيه حبر سائل. دي ممكن جدا تطبع لي بلاك اسود يعني، او كلر تطبع الوان، بس طبعا التكلفه بتاعتها قليله شويه عن الليزر. طيب الليزر موجوده بس في ليزر اسود بس، وفي ليزر اسود والوان. الليزر الاسود والالوان لا تكلفتها عاليه جدا، او يعني ودي طبعا ما بتشتغلش غير في اماكن معينه يعني. تمام. طيب ايه تاني كمان عندنا؟ اللي هي الدوت ماتريكس برينتر، اللي هي الطابعات النقطيه، ودي بتطلع يعني كواليتي، يعني ممكن نقول عليه باد. ليه؟ لانه طبعا البرينتر دي بيطبع بيها فواتير كهرباء وفواتير ميه، يعني مطلوب ان انا اطبع بيها كميات كبيره جدا. يعني تخيلوا مثلا احنا مثلا بنطلع في مصر مثلا كام فاتوره كهرباء لكل بيت.
طب في كام بيت بقى، وفي كام مصنع، وفي كام وكام وكام. كل الكلام ده طبعا بيطبع على دوت ماتريكس برينتر. ليه؟ لان التكلفه بتاعت الورقه قليله جدا، وتكلفه الطباعه قليله جدا، فبالتالي يعني تكاد تكون حاجات بسيطه، يعني ربع جنيه 10 سنت كلام من ده، فبالتالي بتقلل التكلفه بتاعت الطباعه. طيب نيجي بقى ايه، الاوتبوت ديفايس كمان فيها السبيكر. السبيكر ده اللي هو السماعات، وزي ما قلنا قبل كده لو السماعات الاثنين مع المايك بيلت ان، الاثنين حاجه واحده، لا ده يبقى انبوت اوتبوت ديفايس، يعني وحده ادخال واخراج في نفس الوقت. لكن هنا تعتبر وحده ايه، اخراج فقط لا غير، لان بسمع عليها بس. لكن المايك لوحده برضه يعتبر وحده ادخال. طيب في عندنا بقى الجزء الاخير اللي هو ايه، اللي هو انبوت اوتبوت ديفايس، وحدات الادخال والاخراج في نفس الوقت. وحدات الادخال والاخراج في نفس الوقت دي اللي هي ايه، زي الفلاش ميموري. الفلاش ميموري لو عليها داتا يا جماعه وانا هحطها لجهاز الكمبيوتر، ايه اللي هيحصل؟ هتبقى وحده ادخال، لاني بدخل داتا للكمبيوتر. طب لو عكست بقى، جيت اخد انفورميشن من الكمبيوتر على الايه، الفلاشه بتاعتي، يبقى لما احط الكلام ده على الفلاش ميموري بتاعي هتبقى وحده اخراج. هبقى خدت من الكمبيوتر، خرجت الانفورميشن فيه، حطيتها على الايه، على الفلاش ميموري. طيب في عندنا ايه تاني كمان، اللي هي التاتش سكرين. تاتش سكرين زي شاشه الموبايل بالظبط. انت لما بتيجي تدخل امر للموبايل بتعمل تاتش بصباعك. طيب لما بتيجي بيطلع لك بعد كده ايه، الداتا. تمام، الداتا بتطلع برضو على السكرين، بتطلع الانفورميشن، بتطلع الانفورميشن على السكرين. يبقى اذا انت النهارده عملت انبوت للامر بتاعك، وعملت اوتبوت للانفورميشن على الشاشه بتاعتك. دي بتبقى انبوت اوتبوت ديفايس، او وحدات ادخال واخراج في نفس الوقت. طيب وبكده تكون الحلقه الثانيه من الانفورميشن تكنولوجي خلصت، ونتمنى نلقاكم دائما على خير. سلام عليكم.